السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض عيش. معانا كيلو الا ربع دقيق منخول، ذرة ملح، معلقة خميرة كبيرة، كوبايتين مية على حسب بقى كل دقيق وبياخد مقدار مية معين. طبعا هنا انا بعجن في العجان عادي خالص، ما عندكش عجان هتعجني على ايدك مفيش اي مشكله. بكون عند ماما بنعجن على ايدنا عادي، بس انا متوفر عندي العجان فعشان كده انا بعجن فيه. هنا بقى اسفه على المنظر ده، الغطا وقع، شيلته طبعا وغسلته. هنا بقى حطينا الكيلو الا ربع الدقيق منخول، حطيت عليه معلقه خميره كبيره، ذره ملح. هنحط بقى نضيف المية تدريجيا لحد ما العجينة زي ما تلم كده معانا. هنا بقى العجينة هتبقى طرية وملمسها طري ومش بتلزق. هنا بقى كنت بوريكم العجينة قد ايه طرية ومش بتلزق. هنا بقى هنحط عليها الاسترتش وهنسيبها تخمر نص ساعة، ساعة الا ربع، ونبدأ نشتغل فيها. هنا بقى كانت العجينة خمرت اهي، هنبدأ بقى نشتغل فيها. هنقرصها طبعا الاول. هنا بوريكم بعد ما خمرت قد ايه هي طرية وجميلة. عندنا الرخامة بتاعتنا غسلينها طبعا ومنشفينها، هنرش عليها دقيق. طبعا هنا افضل بعد ما عملت الدقيق كان افضل لو هيبقى ردوانا اول مره اعمله. صحيت من النوم لقيت نفسي ما عنديش عيش وانا هعمل ملوخيه، فقلت طب ما اقوم اعجن دقيق واعمل عيش. هي جت كده، فطبعا ما كانش عندي رده، فقلت خلاص هعجن بدقيق وهحط برضو وهشتغل بالدقيق، بس هو الرده بتبقى افضل طبعا. هنا بقى بوريكم بقرصها قد الاستفندية الصغيره. هنبدأ بقى نقرص كل الكمية اللي معانا زي ما حضراتكم شايفين كده. نسيت اقول لكم على حاجة مهمة، المية تبقى دافية. وعامة اي حاجة بنعجنها لازم المية تبقى دافية، وانا هنا نسيت اقول لكم ان المية لازم تبقى دافية. هنا بقى عملت معاكم 3 ترغيف عيش. هنبدأ بقى هنا جبنا كيس نايلون وهنغطيه، وهنسيبها بقى هنا خلصنا الكمية كلها، هنسيبها بقى ترتاح لمدة 10 دقايق، وبعد كده هنبدأ بقى نشتغل فيها. هنا بقى كانت العجينة ارتاحت، هنبدأ بقى ناخد اول قطعة عملناها نبدأ نشتغل فيها. هنجيب حبة دقيق برضو نحطهم على الرخامة، وهناخد اول قطعة اشتغلنا فيها. لو العجينة بتلزق معاك هترش عليها رشة دقيق خفيف، وهنبدأ بقى ايه نفردها. هنجيب هنا بقى النشابة بتاعتنا. هنا هنغطي العجين عشان ما ينشفش، لازم نكون مغطيين. هنا بقى النشابة بتاعتنا هنبدأ بقى نفرده. احنا مش عايزينه السمك بتاعه يكون لا رقيق قوي ولا تخين او وسط. هوري لحضراتكم دلوقتي برضو. بصراحة هي التجربة طلعت هايلة قوي، يعني هي اول مرة بس بجد طلعت جميلة وعجبت جوزي وعجبت ولادي. وكل شويه يقول لنا يا ماما اعملي لنا عيش من اللي انت عاملاه، يا ماما اعملي لنا عيش من اللي انت عاملاه. بجد جربوه مش هتندموا. هي العجينه دي معموله بدقيق استرالي، ولو متاح عندك دقيق غله برضو عادي. هي كانت تجربه بقى، وبصراحه هي نجحت معايا. هنبدا نفرد مع بعض زي ما انتوا شايفين كده، وهنسوي في صينيه. يعني انا النهارده هسوي معاكم في صينيه، وسويت برضو في الاخر كده في الفرن، يعني جربت الاتنين. هنا بقى بوريكم برضو السمك بتاعه قد ايه. هنا بقى كنت مسخنه صينيه لازم تكون سخنه قوي. هنزل بقى برغيف العيش فيها من غير ما تدهني زيت ولا اي حاجه. هنا بقى هو شوف بدأ يفصل اهو. هنا بقى هو بيفصل هيبدأ هيكون خد لون من تحت، هنقلبه. بجد ريحه الخبيز في البيت كان جميله وبجد كان يعني يوم جميل قوي بتاع الخبيز ده، على الرغم ان الكميه قليله بس كان حلو. هنا بقى بوريكم العيش قد ايه هو طري. ممكن بقى تعمليه سندوتشات مع الطعمية، جربناه مع الطعمية برضو جميل جدا، مختلف خالص عن العيش اللي احنا بنجيبه من الفرن.
هنا بقى لجأت للفرن، لقيت الكمية كتيرة والصينية مش عاملة معايا حاجة، قلت طب ما انا اجرب في الفرن. شغلت الفرن وجربت فيه، وبقيت اعمل فوق على في الصينية، وبعمل برضو في الفرن. والتجربة هنا او هنا هما الاتنين زي بعض، نفس التسوية ونفس كل حاجة، بس بتاع الصينية طري، انما بتاع الفرن طلع معايا مرة طري ومرة ناشف، مش كل مرة كانت زي بعضها. هنا بقى بوريكم بفرده طويل كده زي بتاع زمان، الشقق بتاعت زمان دي. هنا بقى خلاص كنت بفنش بقى اخر الكمية. هنا بقى في الفرن كان شكله بجد وهم حاجة كده مفرحة، والولاد كانوا مبسوطين قوي. هنا بقى لما احمر قلبته. هنا بقى كانت الكمية كلها خلصت. طبعا اللي على الوش ده ناشف لان الفرن طلع طري وناشف، انما الصينية كان كله طري. لو عجبكم الفيديو دعمونا بلايك، كومنت، وشير، سبسكرايب. هنا بقى بوريكم قد ايه العيش جميل، بجد جميل. هنا بقى بوريكم قد ايه طري. استنونا في فيديو جديد مع مطبخ سونا.